خليني أسألك سؤال صريح، أنت بدأت فعلا بس ليه وقفت؟ ليه بعد أول خطوة تحس إنك مش قادر تكمل وكأن في حاجة شدتك لورا؟ اللي حصل ده مش فشل ومش معناه إنك ضعيف، أنت بس عملت حاجة جديدة وعقلك اتوتر. العقل بيحب اللي متعود عليه حتى لو متعب، وبيخاف من أي تغيير حتى لو مفيد. الوهم إنك فاكر إن التوقف معناه إنك غلط. الحقيقة التوقف طبيعي جدا، خصوصا بعد أول بداية. أي حد اتحرك بعد فترة جمود لازم يقف شوية. ده مش انسحاب، ده مقاومة داخلية. النهاردة مش عايزين نكمل ولا نزود، عايزين نعمل حاجة أذكى، نكرر نفس الخطوة زي ما هي، نفس الفعل، نفس المدة، من غير تطوير. التكرار الهادي هو اللي بيقنع العقل إن مفيش خطر. النجاح مش إنك ما تقش، النجاح إنك ترجع بعد ما وقفت، حتى لو رجوع بطيء، حتى لو بنفس الخطوة. في الحلقة الجاية هنتكلم عن الصوت اللي بيظهر قبل كل بداية ويقولك أنت مش جاهز، ونفهم هل نسمع له ولا نمشي رغم صوته. الحلقة خلصت لكن الرحلة لسه ما خلصتش. خليك فاكر دايما حياتك بتبدأ بخطوة واحدة بس، هي خطوة لقدام. لو الفيديو ده حرك جواك حاجة، ما تنساش تعمل لايك وتشترك.